هذا ميزو ملك التوسيخ، لازم احنا كل اسبوع ننظف له القفص مالته، ياخذ نص ساعه تقريبا حتى انظفه يرجع مثل الجديد. وعاده صرت ارش بالصوندا على السريع بحيث دائما غسلات سريعه، كل يوم اغسله كل يوم. طبعا لما يكون الجو حلو ومضبط له بعض الالعاب هنا، والجو برا دائما يفيد الحيوانات، كلش مهم من صحتهم. صح ميزو؟ صح مزموز؟ ها؟ بوسه 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 بوسه. ماكو انظف منك انت، كل يوم تاخذ شاور كل يوم. يوم عن يوم دا اكتشف انه الانفينيتي صدق كواليتي حتى بهاي مال رجلين مهتمين الادق التفاصيل مالتها. الانفينيتي رقاء. واليوم اصدقائي الانبوكسنج العملاق. هسه تقولوا لي شلون انت تقدر تشيل كل هذا؟ حبيبي اني طبعا عضلات، تعبان على عضلاتي، والحقيقه انه هو الشيء اللي هنا كلش خفيف. ما اعرف ليش جايبين لي صندوق هيك عملاق. شوفوا هذه هي مجرد قطعه صغيرونه بعد اصغر، اللي هي الفندر مال كيا سول 2020. $170 جبته او $180. تشيلوها هيجي، هذا نفس الشيء هيك تشيلوه. فكره حلوه الصراحه. فهذا هو ستيل طبعا لازم نتاكد. هسه نروح نطلع برا ونحطه نشوفه اذا فت 100%. لازم تتاكدون من كل شيء بهاي الحياه، لازم اتعلمت اتدمرت انه كل شيء اتاكد بنفس الوقت بنفس اليوم، ما اقول بعدين حتى اذا ما يقعد فت قبل نرجع راسا. عرفتوا؟ هذا لازم ينصب طبعا. فيلا نشوف اذا القطعه راح تقعد. حسب اللي دا اشوفه القطعه الحمد لله فت هي هاي. بس كل مره دا اشخط سياراتي دا انقهر بالغلط. هسه هاي شخطتها للاسف. فقلت لكم هواي سوالف تعلق بالسيارات جاي، هذول توهم وصلوا. يلا اول شغله بسم الله. يا سلام، شنطه نسائيه للحب. وهذه الشغله الثانيه يحتاج لها سكينه. تتذكرون هاي اللي راح تساعدنا بتنظيف السيارات كلش قبل ما نبيعها، الخطوه النهائيه اللي هي تنظيفها وبعدين ناخذ الصور. فجبت هاي سعرها $27، 30 قطعه، يعني ما راح احتاج اي شيء للتنظيف باذن الله. فباختصار جبت كميه كلش كبيره، هذه راح تفيدني بتنظيف كل السيارات الى مدى الحياه. اشاق وياكم بس كلش راح تفيدني وحتسهل علي وكلش حتوفر علي وكل اصلا هاي السوالف اذا الحب جربتها بتنظيف فد معين راح تدمن عليها، قد ما تنظف بسهوله وهيك تطلع الفتشي. واو هيك خيال. انا اللي عجبني فيها الالوان، شوف الوان بتجنن. شوفوا كمثال هاي نربطها بالدرل، وراها ننظف اللايت، الهيد لايت يرجع جديد، نحط عليه هاي الماده اللي ترجعه جديد. اذا اللايت مدى يلمع ومشخط وهيك هاي ترجعه كانما جديد. المفروض اكو خشن اكو ناعم اكو هيك يعني. عرفتوا؟ يلا يا مدلل ارجع لبيتك الجديد النظيف، بس قولوا لي اذا اكو واحد مدلل اكثر منه. توني راجع من الطوبه وخل اقول لكم على شغله من شغلات الترجيع الحلوه، ان كل ما ترجع شغله الامازون هنا بهذا المحل اسمه كولز يعطيك $5 اوف على اي شيء تشتريه. فهذول المفروض سعرهم $7. من ارقى النسات اللي اخذتهم $1.50. فتخيلوا انت كل ما ترجع شغله اصلا يعطوك $5. ايش قد هذا الشيء حلو، يشجعوك اصلا ترجع، لان كل ما ترجع $5 تشتري اي شيء مجانا $5. فهمتوني؟ المفروض النستلتين $7 تقريبا، انا دفعت $1.50 فقط، يعني ايش قد حلو. واليوم كالعاده اصدقائي عندنا تصويري بعد ساعه، كالعاده دائما ساعه، بس ما طول عندنا هاي العشق السياره الاقتصاديه العمليه، فماكو مشكله حتى لو العرس بالمريخ. الى حد الان هي على الكهرباء، انا كل ما ارجعها للبيت بالليل قبل ما انام احطها السياره على الكهرباء. حتى اليوم صاله جديده اسمها صاله الجاليه السوريه وعرس سوري. يا سلام على اجواء اليوم، وهاي كل يوم احبها اكثر هالقد ما اقتصاديه وعمليه. هاي احد المساجد اصدقائي، جيت امنتج اكمل شغل. ورا التعب مال الحب لازم نكافئ روحنا بان ان اوت لين عزلوا كل المحلات مبوقه غيره. فشقد ما الحب خطيه تتعب بالشغل مالتها، هذا يرجع لها الطاقه والسعاده. الاكل والنوم من احلى شغلات الحياه. شلون شعورك قبل الاكل وشلون شعورك هسه ورا الاكل؟ قبل الاكل كانت شحني مطفي خالص البطاريه خلص. بعد الاكل بيجنن، صرت هلا اوه يا قاعد تحكي وما انت فرح تقول ولا عبالك خطيه دمرها هذا العرس. ما كنت حاسه بالجوع بس تعبانه كنت، فلما اكلت حسيت رجعت الطاقه مليون. الحمد لله. المطعم الوحيد والاكل الوحيد بحياتي اللي دا اكل من عنده وما امل انه مو ابطل وما اريد بعد منه. سبحان الله، يظل طيب واظل كل مره استمتع فيه. سبحان الله. هاي اجيت اصدقائي حتى استلم الانفينيتي مالتي، وهالمره الانفينيتي اخذت $485 حتى يسوي لي اياها. فالاحزمه هذه اللي ورا كلها سوالي اياها، رجعوا يشتغلون تمام، لان السياره لما تسوي حادث كل الاحزمه تخرب. والروف اير باج اللي جبناه $400 بدله ورجعت ولا عبالك مسويه حادث. نفس الشيء هذا هم سوالي اياه. هذا الكرسي رجع خيط لي اياه وحط لي الايرباج، ونفس الشيء الحزام اللي هنا، واكيد رست كل شيء ولبى المربى. عذرا الحساب طلع 435 على مود ما اكون كذاب. والحب راح تاخذها للحلوه هذه، حتروح تمنتج بستاربوكس العرس اللي فات، وهالثاني راح اروح بهاي للتويوتا ديلر اريد اعرف الفيوزات مال الصوت والفيوزات مال لين ديبارتشر جوز لازم اغيرهم. دائما الفرحات متم، ما اعرف ليش طالع لي تشيك انجن، ما اعرف ليش. قال لي افحص اني ما له علاقه والسياره لان ماشي، وقلت له بس هو عمره ما كان اكو تشيك انجن.
شنو القصه. فسوينا له كلير للتشيك انجن، راح الكود، لان هاي السياره مستحيل يطلع بها هيك كود لانه اصلا ضربه ابواب وكلش جديده وتخبل اصلا براند نيو عبالك. الظاهر هو بده يسوي الايرباجات او الاحزمه مالتها، بها 3 احزمه اللي ورا ما ادري حزامين ما ادري. المهم انه هاي الانفينيتي تعبتها، فالظاهر هو ما بده يشتغل عليها طلع التشيك انجن. فيا صراحه خفت عليها لانه هاي السياره انا كلش احبها. فدائما اختار احسن ديلر شيب. مثلا هنا تجون تختارون اللي يعجبكم. هنا أنا دائما اجي اشرب القهوه سواء عندي سؤال او اي شيء. فحتى وانت على الطريق مثلا اذا يعجبك تشرب قهوه تشرب مي تجي تتونس تتفرج على السيارات مالتهم بكيفك. شوفوا عاجبني اجيب نفس الصبغ مال هاي السياره نفس اللون بالضبط. فعاده المصلحين يشيلون برغيا مننا وفقط ياخذون هاي مال بنزين ويروحون على المكان اللي يسوي لهم ماتشنج للبينت ويجيب لكم نفس الصبغ بالضبط، لان هاي اصغر قطعه واسهل قطعه ممكن تشيلها من السياره وتاخذها وياك للمحل ويعطيك نفس لونها نفس الصبغ. فهذا هو الهوم ديبوت اصدقائي. هنا أنا اعتقد يعطوك الصبغ المناسب اللي انت تريده. وهنا كل شغلات البيت، اذا تريد تبني بيت من الزيرو من البدايه من هنا تقدر تبني كليته اللي تتخيله. عالم مجنون هنا. يعني كمثال هذا فقط قدامكم هو قسم الصبغ، هذا قسم الاصباغ اللي هو عملاق، هذا بس قسم الصبغ. فلكم ان تتخيلوا. اوكي هم 3 ما عرفوا يجيبوا لي اللون، قالوا لي احنا ما نعطيك هيك صبغ، احنا اصباغنا للبيوت واشياء ثانيه ما افتهمت بالضبط عليهم. قالوا لي خذها لابو بادي شوب او هيك شيء، فراح نشوف هسه. فشوفوا الاقسام العملاقه، تريد غسالات، ثلاجات، ابواب، اشياء مال ميكانيك، كل هالكلاوات. واتصلت على صديق اللي هو بادي شوب ويصبغ سيارات، قال لي يا معود انت ايش تسوي، تحتاج هيك وهيك وهيك والى اخره. وقلت اني وانا طول عمري مستعجل، رحت اصلا قبل دا اشتري الصبغ لازم كان اشوف فيديوهات حتى اعرف يا جهاز اجيب، واكو كلير لازم، اكو شغلات تتعلق بالصبغ هوايه، مو بس هيك صبغ وتصبغ قبل، لا يعني مو مثل شغلات المرايه اللي قبل قطع صغيره وجبنا رشاش وصبغناها وخلصنا هذا هو، لا قطع السيارات الفندر والابواب وغيرها اذا تريد تصبغها يحتاج لك هوايه ترتيبات، هوايه شغلات هوايه. ولكن هاي الشغلات الهوايه اني وميزو مستعدين نتعلمها كلها حتى ما نضطر كل فتره نجيب سياره وعندنا قطعه ونصبغها ب $250 او اكثر هو القطع. فاذا تعلمت صبغ السيارات راح اوفر عليه الاف عبر الزمن. هاي شغله وانا احب اتعلم اصلا، انا احب التجارب، انا احب المغامره اساسا واحب اصور لكم ايش راح نسوي. فخليكم ويانا بصبغ السيارات. فاليوم اجيب فد سياره مثلا كورفت واصبغها مثل ميزو بالضبط، احترف الصبغ. تخيلوا اسويها من قدام مثلا البمبر الامامي اصفر واسويها اخضر ومن ورا هنا اصفر، هيك ارتبها مثل ميزو تصير كانما ميزو ونسميها ميزو ولك. ولا عوف الكاميرا، عوف اخوان عمر زكي، ولك عوفهم كوفي لك ابن البزون ابن البزون. يلا روح، يلا روح. دائما شمره او بس اشر له هو يروح. فاحنا بعالم اصدقائي التكنولوجيا وكل شيء تقدرون تلقوه على الانترنت. باختصار اتصور هذا هو اللي راح نسويه ان شاء الله بالجراج، هو هذا شغلنا الجديد، انه كشغل بالسيارات من الجراج من البيت. فكالعاده هذه اذا تشحن هذه هسه نحطها هنا، والكيو اكس 50 نحطها هنا اللي خلصت الحب العشق اشتاقيت لها تدرون. شوفوا لي جمال هذه السيارة العشق. الكرسي قبل يتحرك لي يوصل لهنا لان الحب مسوي القياس هيجي يلزق بالستيرن، دائما النسوان هيجي، واعتقد لما نشغلها هذا هم يتحرك. خلينا نشوف ايش راح يصير. اوه بعد دا يتقدم الكرسي يا ابوه لازق بالستيرن. اني شنو هاي؟ فالحب هيجي تسوق السياره دائما، يعني النسوان اكثرهم يعني مو بس الحب. شعور كلش حلو لما انت تخلص سياره. هي خلصت الحمد لله، السياره خلصت من كل النواحي وخلصنا سياره الحمد لله. وهذه يا اصدقائي هي اكثر سياره احس الله رزقني بيها واخذتها بالسعر المناسب ومثل ما كنت اني اتخيلها واسهل الحمد لله. ولوز اللوز يعني ما طلع لي بيها سوالف ورا ما خلصتها او جبتها. ضربه كانت اخف مما اني متخيلها. وصاحبتها القديمه طلع حاطه بيها فتشي ب 7000 $10,000 مال باكج مال سوالف مال لكجري. ويعني ما شاء الله هاي السياره احس اكثر سياره توفقت بيها بحياتي كلها لليوم بالنسبه لي. وش قد ما افرح اتذكر اكو بعد شغلات يظل هم مخلصيها، يعني مثلا هاي الطاعجات ما اعرف شلون راح نخلصها، منو حيسويها، ايش قد راح تكلفني. هاي السوالف شويه غاليه الصراحه. وما عدا سوالف البيبان اذا بالمستقبل اجاها مشتري شويه البيبان يعني يعني تمشي الحال اوكي، بس ما ادري. المهم الحمد لله على كل حال والله يرزقنا خيرها يا رب ويكفينا شرها. ماكو مبروك وسيم ابو اللبن فتح محل سماه حلويات ابو اللبن وابناء عز الدين. عز الدين دخل همينا وياه شراكه، وطبعا هذا كله دا الشاقه وياكم بس شوفوا الصدفه سبحان الله. حلويات ابو اللبن وابناء عز الدين. الظاهر عز الدين هم طلع ابو اللبن. فب $59 اصدقائي جبنا الاشياء اللي راح نحتاجها الصبغ السياره. الله يجزاهم خير هم شباب فلسطينيين. هذا الكلير كوت او ماده الكلير اللي لازم اخلط هذا بهذا حسب المقادير الصحيحه حسب التوضيحات على هذا البوكس وحسب ما رسم لي وشرح لي. وهنا هو
هذا الصبغ الخاص، اللون الخاص مال سيارتي بالضبط، اللي ايضا يحتاج فد ماده نخلطها ويا هذا الصبغ حتى يخففه، ريديوسر هو يخففه. فهاي خلصنا شغله بسيطه. وللعلم كل صباغين المنطقه يشترون صبغهم من هذا الشخص الفلسطيني اللي يعطيك الصبغ مال سياره مالتك بالضبط نفسه، انت بس تعطيه قطعه من السياره يعطيك نفس الصبغ مالته، فشي رهيب. فهسه واحده من الخطوات خلصناها، هسه بقى نجيب الكمبرسر والبينت جان واشياء بسيطه ثانيه، وراها نكون جاهزين باذن الله الواحد الاحد لصبغ الفندر. اوكي اصدقائي، سبحان الله ذيك المره اجيت هنا وما كنت اعرف شنو هاي الكمبرسرز او الشغلات اللي هنا، واليوم راح اتعلم عنها، واصلا جاي اشتري واحد من عندها على مود الصبغ مال السياره. فموضوع الكمبرسر والبينت جان اللي هم هذول البينت جانز شويه معقد، واكو الكمبرسرز هذول همين احجام واشكال واسعار ويعني دوخه. ولكن هنا اكو واحد كان دا يساعدني، قال لي هذا السبراي مال البيوت وبنفس الوقت مكتوب همين للكارز وهوايه سوالف، وشفت عليه فيديو واحد دا يستخدمه، هذا على الكهرباء وصغيروني بسعره مناسب، واني ما راح اشتغل هاي الشغله كل يوم كل صبح، فمو مهم عندي النتيجه تكون خياليه، انا اهم شيء بس اخلص السياره على السريع، صبغ مناسب مرتب، هذا هو. فهذا سعره $90. هذا هو همينه قدامكم، وهذه الكميه اللي يقدر يحطها ويسوي لها سبراي ومن هالسوالف. فاي نفسه اكو شخص دا يستخدمه، صبغ سيارة كاملة وصبغ كلش زين الصراحة، فاعتقد راح اخذه. فعبالي سعره $90 طلع $32 ويا التاكس، وعندي 90 يوم اذا ما عجبني اقدر ارجعه باي وقت ومهما كان، ومن محل لمحل ونرجع لصديقنا للهوم ديبوت. فهاي هنا همينه هاي اجهزة ثانية لرش الصبغ، ولكن عادة يستخدموها هاي للرش الصبغ بالبيوت يعني مو للسيارات، ولكن انا عادي راح اجربه على الفندر ونشوف شو يصير ويانا. شوف جبت هذا للسيارة حتى افحص الفيوزات من خلاله. اوكي اصدقائي، كل سيارة بها فيوز بوكس مثل هذا تشيلوه، وراها هنا المفروض يعطيكم معلومات عن كل فيوز انه هو مسؤول عن شنو، واحيانا هذا البوكس يكون باماكن ثانيه بالسياره، مو شرط يكون هنا يعني. هاي الشغله تربطوها باي حديد، وراها هذا تحطوه هنا. حلو، اذا هاي تشتغل هاي تشتغل هاي تشتغل، لازم من الجهتين كل واحده بها يمنى ويسرى، فاذا واحده اليمنى مالتها او اليسرى ما اشتغلت يعني هاي خربانه لازم تبدلوها. وهاي هي القصه باختصار، وهاي شغله جديده دا اتعلمها مثلا. هسه هنا جوا اكو هم فيوزات لازم اشيكهم. واخوان عمر زكي ورا طول الانتظار والتعب والحمد لله اكتشفت يا هي الفيوزات اللي لازم تتبدل. هاي اكو هنا فيوزين ما دا يشتغلون، ان شاء الله هسه راح نبدلهم، حاطين لنا سبير هناك اللي قدام، فيا بس. فطلع عندي 2 فيوز مكسورين، هاي حاطي لي اياها سبير بارت، هنا حاطي لي اياها فيوز اضافي يعني، ومثل ما انتم شايفين هاي ما بيها شيء معطب او انه تحسه محترق، فهذه هي الجديده السبير اللي راح احطها بدال المحترقه. اعتقد اني اليوتيوبر الاكثر واحد بالعالم اللي مسوي انبوكسنج، يمكن الشغلات اللي مسوي لها انبوكسنج قيمتها ملايين، هالقد ما كل فلوج انا اسوي عشرات الانبوكسنج، عاد مو لهالدرجه. المهم اصدقائي اذا تشوفون هذه راح نصلح بيها الشقوق او الشخطات اللي مسويها الكلب او البزونه مال صاحبه الانفينيتي القديمه، اذا شايفيها راح اراويكم اياها بعدين، انتظروا. فاعتقد سعره $20 تقريبا. هذا اي مكان انتم عندكم مشخط بالسياره بالقنفه سواء اي شيء، المهم فعندك هاي تشيل الشخوط، واذا ما موجود اللون المناسب فانت تقدر تخلط لونين وتطلع اللون المناسب الصحيح للشيء اللي انت تريده. هاي هنا يوضحوا لك كل شيء ويعلموك كل شيء. اما هذا ما اقدر اشمره، يوه كلش ثقيل. $150 سعر، ما يصير تمطر عليه، ممكن ينكسر، ولازم يكون بهذا الاتجاه دائما لفوق. حلو، معلومه جدا من الحب. فاعتقد انه انا قلت لكم او قايل لكم لما احط شيء ببالي او براسي فاني احترفه، خلاص هذا هو، اصير بي محترف واجيب كل شغلاته. فهذا له علاقه بالسيارات. تفرجي يا عيني تفرجي، شوفي عيني شوفي. اول شيء تشوفون هذا عبر الكهرباء يسموه امباكت رينش، هذا تحطون عليه هذولا ويفتح لكم التايرات بسهوله ويركب لكم اياها بسهوله، لان هوايه تايرات راح نفتح بالمستقبل اكيد، وراح نشد هوايه تايرات لان شغلنا كله بالسيارات. وهنا تجيكم هاي المطرقه، طبعا هذا اللون يجي شويه اغلى من البقيه ب$10 $5 $2، ما اعرف ما اعرف هاي تفيد بشنو، بس راح تفيدكم. وبيها من انا مثل الفتشي كلش حاد، اذا ادخل اصبعي يعني يشق شق. هذا الصندوق اذا كان وياك بالسياره باذن الله ما تحتاج اي شيء، اذا انطق تاير، اذا بدلت تاير، اذا تريد ترفع السياره، لان هذا يرفع السياره. وهاي قفازات، وخاف ماتت البطاريه ما تحتاج تتصل على احد ولا اي شيء، انت عندك كل سوالف الكهرباء مثلا. وهنا هذا يشيل الى حد 5 طن، يقدر يشيل ترك عملاقه. شوفوا لي الاناقه والجمال. وهنا اكو ايضا منفاخ ينفخ لك التايرات، يعني ماكو شيء بالسياره الا وموجود بهذا الباكج. فهذا بحده اذا انا اريد اشتريه من السوق سعره $100 اقل شيء على الامازون، اذا يعني نوعيه وسط وهيك
عرفتوا. فانا اشتريت هذول كليتهم ب 150 وبيضوء هنا همينه كلش قوي، فيعني ماكو شيء ما تحتاج اي شيء، ويرفع السياره باحترافيه يعني كله لوز اللوز هذا هو. وهنا همينه اكتشفت اكو هاي الحبشكلات، فيا ما شاء الله هذا الصندوق يوفر لك فلوس ويوفر لك تعب ويوفر لك كل شيء. فهسه اصدقائي احنا عرفنا مشكله الفيوزات اللي هنا اثنين الخربانات، بس ما عندنا اللقاطه اللي تشيلهم حتى ابدلهم، مع انه عندنا سبير فيوزات سبير موجودين بالتويوتا، عاده يكون اكو عندكم سبير. بنفس الوقت شفت فيديو يقول لك مو بس سبير حاطي لك، حتى اللقاطه الخاصه اللي تشيل لك الفيوزات بشكل مناسب، لان قد حاولنا نشيل الفيوزات انتم للعلم ما تدرون البارحه ظلينا هوايه، ابويا ظل يحاول، جبنا ادوات وشغلات ما قدرنا نشيل الفيوزات. فباليوتيوب بحثت طلع بمكان الفيوزات عاده يحطوا لك اللقاطه، فدورت بسياراتي كليتهم، واخيرا بالكي اف 40 الحمد لله بمكان الفيوزات لقيتها للقاطه. هذه هي اللقاطه اصدقائي، هذه هي خاصه بشيل الفيوزات. يس، واتصور هذول ايضا سبير، انه حاطيها احتياط نقدر نقرا. ايه يس، شوفوا مثل ما انتم شايفين هم هذول سبير، اقدر استخدمهم همين للسياره الثانيه التويوتا او هواي سيارات كلهم نفس الفيوزات تقريبا. وللاسف اصدقائي ظليت احاول بهذه، حتى هذه الخاصه هم مدى تشيلهم، ماكو مدى افتم شنو القصه سبحان الله. فمن جديد اصدقائي راح اعطيكم هذه النصيحه او الحكمه او الشغله اللي كلش تعلمتها بالسيارات او علمني اياها شغل السيارات، اللي هو انه انت سبحان الله عبالك انه هاي الشغله خلص انت حليتها او انتهى وصلت للنتيجه النهائيه او الحل، خلص انه هاي القطعه راح تشيل الفيوز 100% سبحان الله، وما تشيل لك الفيوز، وعبالك هيك الحل وتوصل وخلص هذا وتجيبه وتشتريه وعبالك وترجع تطلع لك مشكله ثانيه او يطلع لا الحل شيء ثاني، وتجرب الشغله الثانيه وتطلع غلط، وراها تجرب اللخ وراها تطلع غلط عرفتوا. فهيك هاي شغل السيارات علمني هذا الشيء كلش حلو الصراحه، كلش فخور وفرحان الحمد لله بنفسي انه انا دا اتعلم، انه انا دا اغلط كل يوم غلطات كلش هوايه، فبالمستقبل انا غلطاتي راح تقل بشغل السيارات، ومريت بهوايه صعاب ومشاكل واشياء ودتني الاشياء فخلتني بالمستقبل لما تجيني سياره او اشتري سياره راح اعرف مشاكلها واعرف حلولها قبل ما يحتاج امر بالاغلاط اللي مرينا بيها حتى اوصل للنتيجه اللي دا اوصل لها. ما ادري اذا فهمتوني. فهذا شغل السيارات كلش عجبني، انا ما اعرف ليش سبحان الله حبيت شغل السيارات بالفتره الاخيره، لانه كلش حلو انه انا دا اشتغل بنفسي عليها، انه انا دا اتعلم، انه انا دا اتحرك، انه انا دا اسوي السياره المضروبه المكسره ارجعها جديده تخبط، تحس روحك تسوي انجاز، تحس روحك فتشي خربان او بيت مكسر انت ترجع تسوي زين وراها تبيعه بسعر افضل، فانت تشتغل وبنفس الوقت مستمتع وبنفس الوقت ما ادري تستفاد وتتعلم، فشيء كلش حلو. وهي فقط اصدقائي هو شغل السيارات وهالقد يعلمني، فما بالكم اشياء ثانيه ايش قد تعلمنا، وباذن الله مستمرين ونحو الافضل، ماكو شيء راح يوقفنا. اخوان عمر زكي لا تنسون تسوون سبسكرايب، لايك، كومنت، مفضله، وتتابعون اخر الفيديوهات. الى اللقاء.